قبل ما تكمل خد نفس عميق. كل صورة هتشوفها دلوقتي وكل همسة هتسمعها ممكن تفضل تلحقك في المراية، في زوايا الأوضة الضلمة، أو حتى في أحلامك. ده مش مجرد تحذير، ده وعد. أنت لسه جاهز؟ أنا كريم العوضي، باحث في التاريخ الإسلامي القديم، أو ده اللي كنت عليه. دلوقتي أنا مجرد صوت بيحكي من قلب العتمة، ودي حكايتي مع الظل البوني. الحكاية بدأت بشغف زي أي حكاية. كنت بكتب رسالة ماجستير عن التصوف والعلوم الغامضة في العصر المملوكي. كنت مفتون بفكرة إن في معرفة سرية، أكواد خفية بتوصل اللي يفكها بقوة تتجاوز فهمنا. قضيت شهور وسط المخطوطات القديمة بقارن بين نصوص ابن عربي والبوني. كنت بحاول أفهم مش أمارس. كنت فاكر إن في خط فاصل بين البحث والإيمان، لحد ما الكتاب ده لقاني أنا. شمس المعارف الكبرى، سمعت عنه أساطير. قالوا إنه أخطر كتاب اتكتب في التاريخ العربي، بوابة لعالم الجن ودستور السحرة. ضحكت بسخرية لما قريت التحذير في أول صفحة: لا تفتح هذا الباب إلا وأنت على دراية بما ستجد خلفه. قلت لنفسي ده مجرد تحذير أدبي، حيلة عشان يضيفوا هالة من الغموض على الكتاب. الليلة الأولى عدت بسلام، لكن الليلة الثانية ما كانتش هزار أبدا. الخطر الحقيقي مش اللي بيستناك بره في الضلمة، الخطر الحقيقي هو اللي بيراقبك من جوه دماغك. لو قلبك جامد كمل، تابع قصصنا لو عايز تسمع لحد آخر خيط في النور، وسيب تعليق تحت. جاهز أعيش الكابوس؟ المشكلة الحقيقية بدأت في مكتبة مهجورة في حواري القاهرة القديمة، مكان الزمن نسيه. رائحة الورق القديم المبلول بالتراب والرطوبة كانت تقيلة، كأن المكان بيتنفس بصعوبة، بيحتفظ بأسرار كل اللي قروا هنا وماتوا. كنت بدور على النسخة النادرة من كتاب تاني خالص، لكن عيني جت على الكتاب ده. كان محطوط لوحده على طاولة في آخر الممر كأنه مستنيني. نسخة قديمة، أقدم من أي نسخة شفتها قبل كده. الورق أصفر زي جلد الموتي، والحواف متآكلة كأنها قرأت بلهفة وخوف. قريت التحذير وتجاهلته. الفضول الأكاديمي كان أقوى من أي إحساس بالخطر. كان لازم أعرف إيه سر الأسطورة دي. واللحظة اللي لمست فيها الكتاب كان في كيان تاني ابتدى يراقبني. رجعت البيت في وقت متأخر، الشوارع فاضية، وصوت خطواتي كان بيرن في وداني. حسيت إني مش لوحدي، لكن كل ما كنت بص ورايا ما كنتش بلاقي أي حد. دخلت شقتي، قفلت الباب ورايا، وحطيت الكتاب على مكتبي. النور الأصفر الخافت كان بيخلي ظلال الأثاث تبان كأنها وحوش ساكنة. وبدأت القراءة. كنت منغمس في فصل عن أسماء الكواكب وخدامها من الجن، لما سمعت صوت بارد وواضح همس جوا دماغي مش في وداني. ارجع للصفحة 44، هناك تبدأ المعرفة الحقيقية. قلبي اتقبض، ايدي كانت بترتعش وانا بقلب الصفحات. وهناك في صفحة اربلي لقيت رمز غريب، مش مطبوع، محفور في الورق كأنه محروق بحديدة سخنة. يا ساتر! النور رجع فجأة والرمز اختفى. فركت عيني، قلت نفسي اني بتهيألي من الارهاق. ومن بعدها الليالي الغريبة بدأت بجد. وشوش الناس في المرايا ما بقتش هي وجوههم. كنت أشوف وش أمي يتحول لثانية، لوش ست عجوزة مكرمشة، أو وشي أنا بملامح غريبة شريرة. كنت بغمض عيني وافتحها والأقي كل حاجة طبيعية. قلت ده توتر نفسي، ضغط رسالة الماجستير. أكيد العقل الباطن بيلعب معايا. بس الصوت اللي في دماغي ما سكتش، كان بيهمس بكلمات بلغات قديمة معرفهاش وأنا نايم. بعد أسبوع من الرعب الصامت ده قررت إني لازم أسأل حد. رحت للدكتور شوقي المشرف على رسالتي. دكتور، أنا لقيت نسخة غريبة من شمس المعارف. النسخة دي، شفت الصورة اللي بعتها لك؟ الرموز دي مش موجودة في أي طبعة تانية. كريم، انت جبت الورق ده منين؟ اسمعني كويس، اقفل كل اللي بتعمله فورا. البحث ده انتهى، واحرق الورق ده، احرقه ومتخليش منه أثر. ده مش كتاب، ده باب ما بيتفتحش. بس كنت تأخرت، الباب كانت تفتح فعلا. رحت البيت عشان أحرقه لكن مقدرتش. كل ما أقرب منه النار كنت بحس إنه بيتألم. حسيت إنه كائن حي، مش مجرد ورق وحبر. ومن هنا
بدأ الرعب الحقيقي، الرعب اللي من غير مرايات. صحيت في نص الليل على صوت تكسير، مش في الأوضة، جوا راسي، كأن عظمي بيتكسر من جوا. ولما قمت حسيت بلسع في دراعي. ايه ده؟ منين ده؟ جريت على الحمام عشان أغسله، وبدون تفكير بصيت للمراية. اختفى. رجعت أقنع نفسي تاني. توتر، ضغط، هلوسة سمعية وبصرية، لازم أنام. بس لما رجعت الأوضة لقيت شمس المعارف مفتوح على مكتبي، على صفحة مع بربرين. الصفحة بتنبض. كنت حاسس بنبض خافت خارج من جلد الكتاب نفسه، كأنه قلب بيدك. كريم العوضي، أنت تجاهل النداء. هذا العاض يطلب ثمنا. أنت تحاول أن تكتبنا، لكننا الآن من سيكتب حياك. وتحت الكلام اسم واحد اتكتب لوحده، البوني. فهمت انه مش عايز يقتلني، عايز شراكة، عايزني اكون كاتبه في العالم ده. وعدني بقوة ومعرفة، بس بالثمن جدران غربتي. جبت ازازة ماء الورد اللي امي كانت جبتها لي، والجرح اللي في دراعي كان لسه طازة. عصرت منه 2%. الريحة اتغيرت تماما، بقت كأنها بخور عظام محروقة. الحيطة الغربية، هنا غربتي، هنا. كتبت اسمه مرة والحيطة بقت تلج، والتانية، وحسيت إن كل الأثاث في الأوضة بيهتز. وبدأت في المرة الثالثة برد قارس سر في جسمي كله. سكت النبض. الصفحة اتبدلت وبقى فيها صورة وش رجل بالحية، كأنها صورة فوتوغرافية قديمة. ألو يا أمي، خير؟ في حاجة؟ يا كريم، أنت بخير يا حبيبي؟ أنا قلبي كان هيقف. كنت بصرخ باسمك من دقيقة وما رديتش. كنت نايم؟ بتصرخي باسمي؟ إزاي؟ أنا ما سمعتش أي حاجة. أنا شفتك يا كريم، شفتك في مراية الصالة. عديت من ورايا بسرعة، بس وشك كان غريب، داكن، كأنه متغطي بسواد. ولما لفيت عشان اندهلك ما لقيتش حد. البيت كان فاضي. في اللحظة دي فهمت. العهد اكتمل. الظلم مبقاش مجرد هلوسة في دماغي أو انعكاس في مرايتي، بقى بيعدي، بيسافر، وبيروح لأكتر ناس بحبهم. الآن بدأنا الكتابة يا كريم، وغدا نبدأ الفصل الأول من حكايتك الجديدة. مش هتستغلني، مش هتستخدم أهلي. أنا اللي هكبك، أنا اللي هنهيك. البيت نفسه اتغير. الظلال بقى ليها حياة خاصة بيها. كوباية الشاي كانت بتتهز على الترابيزة لوحدها. لو سامعني أزهر، مش عايز ألعب معاك. اكتب نفتح. رفضت أستخدم طلاسم ضده. دورت في كتب التصوف اللي عندي على أي طقس قفل، طقس حماية، مش طلاسم، مجرد نية صافية، ملح خشن لصد الشر. أنا كريم العوضي أقطع هذا العهد، أرفض الثمن وأرد الحياة لأهلها. ليس بالنوايا يقطع العهد، بالدم كتبت وبالروح ستدفع. كان بيسمعني وكان غاضب جدا. لو ظهر هنشوفه في الكاميرا. التكنولوجيا ممكن تكشفه. باب أوضتي بيخبط يا كريم. أنا لوحدي في البيت، الخبط مش بيبطل. ردي يا أمي، ردي. ألو أمي، اقفلي المرايا اللي في أوضتك، غطيها بأي حاجة فورا. ألو أمي. الجدار كان بينزف، كأنه بيفتح ممر من العالم بتاعنا لعالمه. ابتدأ الفصل الأول أو نفقد الأم، الخيار لك. أنا اللي اختار النهاية، مش أنت. البيت كله صرخ، مش صوت، إحساس، كأن كل ذرة في الشقة بتتألم. أنا كريم العوضي وبنهي عهدك هنا. الباب فتح. ادخل يا ظل. Anrechtrisschen. ادمي يسد بي ودني. أمي سامحيني. كل من رأى كتب اسمه في العهد. أنتم الآن جزء من الحكاية. كل قصة هنا هتخليك تبص وراك مرة واتنين. والآن بعد ما سمعت، هل أنت متأكد إن الظل اللي في آخر الأوضة هو ظلك أنت؟